السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة استاد بداريجة، القناة اللي كتقربكم من خفايا الأشغال الكبرى في الملاعب المغربية بالصوت والصورة والمعطيات الدقيقة. من التطويرات اللي كيشوفها ملعب مولاي عبد الله حتى مشاريع التأهيل الكبرى بحال ملعب البريد، احنا معاكم خطوة بخطوة باش تعرفوا شنو واقع وشنو جاي في طريق الاستعداد لكأس إفريقيا للأمم 2025. هاد الأشغال دخلت مرحلة حاسمة مع بداية تركيب الهياكل الحديدية اللي غادي تشكل السقف الرئيسي للملعب. هذه واحدة من أصعب المراحل التقنية، حيث كتتطلب دقة كبيرة في التثبيت وتنسيق محكم بين جميع الفرق اللي خدامة. الصور والمعطيات الميدانية الحديثة من داخل الملعب كيبينوا بوضوح انطلاق عملية تركيب القطع الفولاذية. مع تواصل الأشغال في إعادة تأهيل ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بدأت تبرز ملامح جديدة كتعطينا فكرة على الشكل النهائي اللي غادي يكون عليه هذه المعلمة الرياضية. ومن بين أبرز التطورات اللي بانوا مؤخرا هي بداية عملية تغليف الجزء العلوي من السقف، واللي كتشكل واحدة من أهم المراحل في البناء، خصوصا من الناحية الجمالية والحماية من العوامل الجوية. من خلال المعاينة على الأرض كيبان أن المواد اللي كي تستعمل في التغليف هي ألواح حديثة مركبة وعلى الأغلب مصنوعة من مادة ETPFE، واللي اسمها العلمي هو إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين. هذه المادة معروفة في المنشآت الرياضية العالمية بحال ملاعب كأس العالم، بحيث كتتميز بعدة خصائص مهمة: خفيفة في الوزن بزاف مقارنة مع الزجاج أو المعادن الثقيلة، شفافة كتسمح بدخول الضوء الطبيعي وكتوفر إنارة طبيعية للملعب بلا ما تسبب سخونية زايدة، مقاومة جدا للعوامل الجوية سواء الشمس القوية، الأمطار، الرياح أو حتى التغيرات المفاجئة في الحرارة، كتدوم لسنين طويلة بلا ما تحتاج صيانة كبيرة، وهذا كيساهم في خفض تكاليف الصيانة مستقبلا. بالإضافة ل ETPE كيبان أن هناك مواد عازلة كيتخدموا معها في طبقات متعددة باش يعطيوا حماية إضافية ضد الرطوبة، العواصف وحتى العزل الصوتي والحراري. من خلال هذا السقف ماشي غير الزينة، ولكن كذلك الحماية ديال المتفرجين، اللاعبين والتجهيزات التقنية، وخلق فضاء رياضي حديث كيتماشى مع المعايير الدولية. هاد الشي كيجينا في إطار استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى بحال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 اللي المغرب غادي يكون من الدول المنظمة ليه. ومع هاد الأشغال اللي كتمشي بوتيرة متسارعة، واضح أن ملعب الرباط غادي يتحول لواحد من أجمل وأرقى الملاعب في القارة الإفريقية، سواء من ناحية التصميم، الجودة أو التجهيزات. باش تبقوا ديما على اطلاع بآخر التطورات في مشاريع الملاعب المغربية، إلى عجبكم المحتوى ديروا لايك وبارتاجيو، وخلوا لنا في التعاليق رأيكم شنو أكتر ملعب متحمسين تشوفوه في حلة جديدة. إلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة من قلب ورش الملاعب المغربية.